السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسماء من المعاني الجميلة التي يجب على كل زوجين أن يحرصوا على تسمية أطفالهم بها، وأن يختاروا اسما مناسبا له حتى يفتخروا به في يوم من الأيام. وحسنا منا على ذلك سوف نتناول في سلسلة معاني الأسماء كل يوم اسم جديد، ونحاول توضيحه وتفسيره. واليوم معنا بإذن الله اسم محمود، واسم من الأسماء المحبوبة لدى المصريين والمسلمين في الوطن العربي. اسم علم عربي مذكر، ومن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اسم مفعول للجذر الثلاثي زي حمد، زي للجذر الثلاثي حمد، زي أحمد ومحمد. طب معناه إيه؟ معناه محمود جاي من الصفات الحميدة والمشكورة والممدوحة، يعني ذو الصفات الحميدة، الصفات المشكورة، الصفات الممدوحة. طبعا من أشهر الأسماء في الوطن العربي، ويذكر إن في حوالي ما يقرب من 5 مليون في مصر يسمونها اسم محمود. طبعا ذكر في القرآن وذكر في الأحاديث النبوية. ده كل ما كان يعني لدي من اسم محمود ده. بس في حتة كده في اسم محمود كانت عجبتني أوي، معرفش في حد عارفها ولا لأ، بس أنا تعبت لغاية ما أجيبها. إن اسم الفيل اللي كان مع جيش أبرهة اللي كان راح يهدم الكعبة، كان اسم الفيل كان اسمه محمود، يعني الفيل كان اسمه محمود اللي كان يتقدم جيش أبرهة لهدم الكعبة. دي معلومة ظريفة كده، يعني دورت عليها لغاية ما أجيبها، وهي لذيذة بصراحة يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.